فتح عينك معايا وتعالَ اتفرّج على أفضل 10 أهداف بهلوانية في تاريخ الدوري المصري، بس ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة وسبسكرايب ويالّا بينا. وأول هدف معانا لمدحت عبد العزيز لاعب الترسانة والحكم الدولي السابق بدبل كيك ولا أروع ولا أجمل على الطاير من مرّة واحدة زي ما الكتاب بيقول في الزاوية البعيدة لا تصَد ولا تُرَد. هدف رقم 9 معانا لأسامة حسني أو الشيخ أسامة حسني بعد استلامته للعرضية جوه منطقة الجزاء وعلى طول دبل كيك زي ما الكتاب بيقول يوديها في المقص هناك حيث يسكن الشيطان لا تُسَد ولا تُرَد. وده من أفضل أهداف أسامة حسني تقريبًا في تاريخه. أسامة حسني كان هداف كبير وكان مهاجم كبير، وكان برضه في فترة فيها مهاجمين كتير في النادي الأهلي سواء أحمد بلال، سواء عماد متعب، سواء فلافيو، بس أسامة حسني كان قادر يثبت وجوده. ندخل بقى على طول في الهدف التامن لأحمد الكاس الحريف الحبة السمرا ودبل كيك من على حدود ال18 من مرة واحدة. لعبة بهلوانية جميلة جدًا من أحمد الكاس الحريف. هدف جميل للكاس، هدف يُدرّس للكاس، كورة من مرة واحدة من على ال18 من مسافة بعيدة قدر ياخدها ويسجلها في المرمى بشكل جميل. الهدف السابع معانا للشيمي لاعب المقاولين العرب السابق في مرمى الإسماعيلي، وهدف برضه من أحلى الأهداف. عايزك تتفرج على التكنيك اللي الراجل لعب بيه الكورة، الكورة لبست في وش رجله صح، راحت بشكل جميل جدًا. لعبة بهلوانية زي ما الكتاب بيقول، صعبة جدًا على حارس المرمى. هدف نادر للشيمي، ما أعرفش أنت فاكره والّا لأ، بس قُل لي يستحق يكون معانا والّا لأ؟ الهدف السادس معانا للنيجيري القوي جدًا، جدًا، جدًا أوستن أوموتو لاعب المصري، وضربة مزدوجة زي ما الكتاب بيقول. راجل مودّي الكورة زي ما هو عايز في المكان اللي هو عايز. حارس المرمى والمدافعين بيتفرّجوا على الكورة زي ما إحنا كلّنا بنتفرّج ونستمتع بيها دلوقتي. كان مهاجم قوي جدًا أفريقي زي ما الكتاب بيقول. هدف ولا أروع ولا أجمل من النيجيري أوستن أوموتو القوي. هدف جميل استمتع بيه. قبل ما تكمل الرحلة معايا، رحلة الأهداف البهلوانية الجميلة، ما تنساش تعمل لايك وشير وكمان سبسكرايب وكمان متابعة عشان يوصل لك كل جديد، عشان في حاجات كتير هتنزل جديدة على قناة اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. ما تنساش، يلا بينا. الهدف الخامس معانا لواحد من الأسماء اللي أكيد سمعته كتير الفترات اللي فاتت في الدوري المصري، وأكيد اتفرجت عليه برضه في ماتشات الأهلي والزمالك، وهو خالد الغندور لاعب الاتحاد المصري السابق. خالد الغندور وهدف دبل كيك من على حدود ال18 زي ما الكتاب بيقول. حاطط جون ولا أروع ولا أجمل، ولازم يصنف من أحلى أهداف الدوري المصري ومن أحلى الأهداف البهلوانية اللي جت كمان في تاريخ الدوري المصري. كورة لا تصد ولا ترد متسقطة لحارس المرمى اللي استمتع بيها زينا بالظبط. طالما اتكلمنا على الدبل كيك ما ينفعش ما نجيبش هدف لأسطورة الأساطير وشيخ المهاجمين كابتن حسام حسن بعد عرضية جميلة جدا من توأم روحه كابتن إبراهيم حسن. قدر حسام حسن من مرة واحدة على طول يحطها في البعيدة. ده بقى مش زي ما الكتاب بيقول، ده هو اللي ألف الكتاب أصلا. كابتن حسام حسن مهاجم كده كان بيعمل الدبل كيك دي كل ماتش، واحدة الصبح واحدة آخر النهار. كابتن حسام حسن ليه أهداف كتير بنفس الطريقة، وهتلاقي فيديو على القناة كمان على صفحة الفيسبوك لكل أهداف حسام حسن البهلوانية الجميلة. الهدف التالت معانا أكيد معظمكم مش هيفتكروا أو مش هيعرفوا، وهو رمضان ربيع لاعب النصر للتعدين وطنطا السابق. كان لعيب بيلعب مهاجم وأحيانا بيلعب وينج رايت ووينج ليفت. رمضان ربيع وهدف برضه زي ما الكتاب بيقول من على حدود ال18 زي بتاعة خالد الغندور. يعمل حتة بهلوانية كده وهو مستني الكورة تنزل، لبست في وش رجله وراحت بشكل جميل جدا. أحمد كشري واقف هيتجنن مش مصدق إن رمضان ربيع سجل الهدف الرائع الجميل ده. واكيد ومؤكد اللي مش هيفتكر رمضان ربيع مش هيفتكر عطيه النشوي مهاجم الاسيوطي السابق، وبملعب الرخم بتاعهم الضيق قوي ده اللي كان التصوير فيه تحس ان انت بتتفرج على دوره رمضانيه. وهدف جميل من النشوي من زاويه مستحيله قدر يقلبها على طول في المرمى. دبل كيك جميل جدا يستحق انه يكون هدف رقم 2. قول لي بقى رايك، انت شفت الجول ده قبل كده او فاكره ولا لا؟ وفاكر عطيه النشوي مهاجم الأسيوطي السابق اللي بقى بيراميدز الحالي ولا لأ؟ طبعًا طالما اتكلمنا على الأهداف البهلوانية الجميلة دي ما ينفعش ما نجيبش هدف واين روني الغلابة، هدف صلاح أمين مع الإنتاج الحربي، وهدف على طريقة واين روني في مانشستر سيتي. هدف ولا أروع ولا أجمل ومن أجمل أهداف الدوري المصري، وده طبعًا كلكم أكيد عارفينه، ويستحق طبعًا إنه يكون الهدف رقم 1 لإنه فعلًا أحلى هدف أنا شُفته دبل كيك في تاريخ الدوري المصري هو هدف صلاح أمين الهداف اللي استنوا عنه فيديو لأهدافه الجميلة الممتعة
سموحة مجمعة قريب جدا، عشان الراجل ده كان يستحق اكتر بكتير من الشهرة اللي هو اخدها. للاسف ده حصل بسبب انه ما لعبش للاهلي ولا للزمالك. لو كان لعب لاحد الناديين كان زمانه في مكان تاني، وكان زمان مصر كلها بتتكلم عليه زي عماد متعب كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو قول لي رأيك في الكومنتات، وقول لي ايه اكتر هدف عجبك في العشر اهداف البهلوانية النادرة اللي انا جبتها لك من الدوري المصري. مستني رأيك. سلام.